هذه رسالة إلى الشيخ رئيس حكومة الكويت الشيخ جابر المبارك. أقول الحشد الشعبي يبون الكويت، طمعانين بالكويت، وقالوا نحط قواتنا على الحدود ولا ندش الكويت دايركت. قال لا والله ندش دار الكويت دايركت أحسن. فقال الآن الجيش الكويتي فاتح استقبال البدون، فتأكدوا لا يكون الجيش الشعبي أو الحشد الشعبي من ضمن أبناء البدون الطيبين المخلصين لهذا البلد. في هذه المناسبة أحب أذكرك وأقول شوف اللي قاعد يصير في الديرة وأنت ما تدري، يمكن أو تدري وساكت. أقول شوفوا وش حصل. بدون وظفوها بالجيش، وراس البدون كم وصل وكم دفعوا له بخشيش، وعضو أمتنا فصل باع أمتنا الخريش. ما يهمه شنو حصل، مشغول ببلع العيش. يا أهل الأصل كويتنا تضيع ليش؟ وعجلوا قوم اتصل لا يزيد علينا الجيش. ملينا أكل البصل ولبسنا لبس الخيش، وجابر ما في مصل صاير علينا الشيش. أتمنى أنكم تحرصون على أبناء البدون اللي ولائهم للكويت، ولا تدخلونا الحشد الشعبي. ووصلت الراس الحين البدون 3000 دينار، وإيران مستعدة تدفع أكثر عشان تدخل جيشها ومباحثها في الجيش الكويتي.